السلام عليكم ومرحبا والف مرحبا بكل متابعي قناة شهيوات فاطمة. مرحبا ايضا بالمشاهدين الجدد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم كيك مابغي تماما بحال اللي كنشوفوا في المخابز الكبرى واحسن جوده بيان سور لانه شغل يدينا وعارفين باش نو محضرينه. فشوفوا معايا تبارك الله ما شاء الله العلو ديالو كيف كيجي وديك الزخرفه اللي كنحضروها بواحد الطريقه اللي كتكون بسيطه بزاف وناجحه 100%. ايضا نعطيكم السر باش هكذا كتجي ديك التشقيقه في الوسط باينه، يعني كيجينا الكيك مفقع من الفوق وعالي بزاف. فجميع هاد الاسرار تعرفوا معايا ان شاء الله بتتمه الوصفه. غير هو البنات ما تنسوش تكثروا لي عدد اللايكات باش هكذا الفيديو كيوصل لاكبر عدد من المتابعين. هكذا اليوتيوب كتقدر تجعل هذا الفيديو ضمن الفيديوهات المقترحه على الناس الجداد، هكذا العائله ديالنا كتكبر والقناه كتعرف اكثر، وهذا الشيء راه كيفرحني بزاف. فدابا نخليكم مع الوصفه وفرجه ممتعه. فبسم الله على بركه الله. عندي 6 حبات من البيض اللي تيكونوا عندنا بدرجه حراره المطبخ. شوفوا البنات، انا خدمت بستة البيضات لان عندي المول كبير. راه ممكن تخدموا بربعه البيضات الا كان عندكم المول الصغير، يعني الحجم ديالو صغير على هذا اللي خدمت فيه انايا. فشوفوا معايا، عملت البيضه الاولى، الثانيه تلاقيت فيها جوج محوحه، ودابا هما جوج بيضات وجوج بيضات اخرين، يعني 6 بيضات في المجموع هذا. الا كان عندكم المول كبير بحال هذاك اللي غادي نخدم به انايا غتشوفوا معايا في تتمه الوصفه. اما الا كان عندكم شي مول صغير غير القياس راه 4 البيضات راهم كافيين. صافي كنضيف قبيصه صغيره من الملح، ومن الضروري تبعوا الخطوات اللي غنعطيكم البنات. صافي فانايا مؤخرا كيف ما لاحظتوا معايا في جميع الكيكات اللي كنحضر معكم ديغنيغمون ضروري كنطرب البيض مزيان مع المليحه حتى كيضاعف الحجم ديالو. عاد باش كنضيف ملعقه كبيره من الفانيليا بودره ما يعادل 16 غرام، وكاس ونص من السكر الخشن، اي سكر حبيبات يعني سنيده، ما يعادل 180 غرام، يعني كاس ونص بقياس كاس العنبه. كنحاول نطربهم مزيان مع بعضياتهم حتى كيذوب لنا داك السكر. ثم كنضيف كاس ونص من الحليب اللي كيكون عندي بدرجه حراره المطبخ ما يعادل 180 مليلتر. طربت الكل. هنايا كنضيف قرابه 3 الكيسان ونص من الدقيق ما يعادل 400 غرام، وجوج خمارات ما يعادل 16 غرام. صافي البنات، وكنطرب الكل جيدا. غتشوفوا معايا بانني ضفت الدقيق دفعه واحده لانني سبق لي حضرت الكيك فضبطت الوصفه وضبطت داك المكونات، ضبطت الغراماج ديالهم. فدابا كنعطيكم مقادير مضبوطه جدا. صافي وعبرتوا باي كاس فكتعبروا كاس ونص من السكر. صافي كاس ونص من الحليب وكاس ونص من الليدام اللي غتخدموا به سواء زيت او لا زبده. صافي مني طربت هذاك الدقيق مزيان وتجمعوا لي المكونات مع بعضهم، كنضيف 180 مليلتر من الزبده ذات اصل حيواني او لا زيت، ولكن دو بريفيرونس تخدموا بالزبده لان فريمون كيجي لو غو ديالها زوين في هذا الكيك بالضبط. اون جينيرال الكيكه ديال الزبده كتجي مزيانه بزاف. ما توفرتش عندكم الزبده راه كتخدموا بكاس ونص من الزيت اولا كاس باش هكذا ما كتجيناش ديك الريحه ديال الزبده هكذا عفوا ديال الزيت مجهده في الكيك ديالنا. صافي المهم انا خدمت ب 180 غرام اولا 180 مليلتر من الزبده المذابه. ضربت الكل جيدا. كنحاول نقسم الخليط ديالي على زوج. المهم انا كنشوف غير عيني ميزاني، يعني تحاولوا تقددوا القياسات ما بين الخليطين اللي قسمنا على زوج. وكنضيف ملعقه كبيره من بودره الكاكاو المر ما يعادل 16 غرام. صافي كنحاول نخلط الخليط مزيان. اوتوماتيكمون ملي كنضيفوا بودره الكاكاو المر على الخليط ديال الكيك راه كينشف شويه باش هكذا ما يجيناش داك الخليط ثقيل اولا تجينا الكيكه ناشفه من بعد ما طيب. فضروري كنضيفوا قطرات من الحليب وكنخلطوا الخليط ديالنا حتى كيبان لينا القوام ديال الخليط ديال الكيك صبح خفيف كيف ما تلاحظوا معايا. فكلشي راه كيبان قدامكم. كتخلطوا وكاو كان خاص تزيدوا الحليب فكتضيفوا بعض القطرات وانتم كتخلطوا حتى كتحصلوا على هذا القوام اللي كيكون على هذا الشكل، كيكون قوام اللي خفيف. صافي يعني موريتهم لكم بزوج، يعني بحال الخليط الابيض بذوق الفاني بحال الخليط اللي بذوق الشوكولا كيكون عندهم نفس القوام، ما كيكونش واحد ثقيل واحد خفيف لا. صافي ردوا البال لهذه الملاحظه خذوها بعين الاعتبار. هنا هو المول ديالي، هذا راه كبير. دهنتو بالزبده باش هكذا كنتمكن نلصق هذاك بابي كويسون عليه. بغيتو مثلا غير تغبروا عليه بالدقيق فكيبقى لكم الاختيار. انا كنفضل نخدم به على هذا الشكل. فدابا بسم الله بالنسبه للتشكيل ديال هذا الكيك
في الطبقه الاولى كنوضع الخليط ديال الكيك اللي بداو قلباني على هاد الشكل كما كتلاحظوا معايا. كنحاول نوزعو بالملعقه هكذا باش كيتوزع عليا على الاطراف ديال المول كله. في هذا الوقت البنات راني شاعله على الفران، خليته كيسخن، شعلت عليه من الفوق ومن التحت. صافي عملت الطبقه الاولى من خليط ديال الفاني، دابا الطبقه الثانيه من خليط ديال الشوكولا اولا الكاكاو. بالنسبه لهذاك الطبقه الثانيه فكنوضعوا هذاك الخليط ديالها غير في الوسط. صافي. وثاني بالنسبه لهذا الخليط بذوق الفاني ثاني كان دائما وحده فوق وحده غير الوسط، ما كنوصلوش للجوانب. صافي. واضحه لكم الطريقه على الفيديو البنات. صافي. ملي كتعملوا طبقه فوق طبقه، والطبقه الاخرى اللي بقات معليش سواء تكون بيضاء اولا مارون ما عليناش، المهم غير بالنسبه لتحت كنفرشوا الطبقه الاولى كتكون بذوق الفاني. صافي. كنبقى مستمره حتى كنكمل الكميه اللي عندي كاملها من الخليط ديال الكيك ديالي. صافي. هنايا باش يجيكم داك الشكل مفقع اولا مشقق من الوسط، كناخذ القليل من الزيت النباتيه، كندير هكذا كيف ما كتلاحظوا معايا في واحد الجبانيه. نتوما غتشوفوا معايا ها هي زيت نباتيه، وكنمسحوا بها سباتول، يعني ديك السباتول خصها تكون مزيته. صافي. وكنحاول نغرسها في الوسط ديال القالب ديال الكيك ديالي. شوفوا معايا كيفاش هكذا هكذا كندوزو خط بحال هذا الشكل. هنايا تاني غمست هذيك سباتول في الزيت. صافي. وكنبدا كنتكي على هذا الشكل. صافي راه واضح لكم الشكل. هنا كونوا متاكدين بان كتعطي واحد الزخرفه زوينه في الوسط ديال الكيك، راه بانت لكم في بدايه الفيديو، غتشوفوا معايا ثاني في نهايه الفيديو. وكتساعد على داك التشقيقه اللي كتجي هكذا ملي كنمشيو هكذا شي مخبازه ولا هكذا وكيبان لنا بحال هذا الكيك مغبغي، فكيبان لنا مفقع ومشقق، وكنقولوا اشنا هو السر، وكتجي في ديك كيجي مقبب، كنقولوا اشنا هو السر. فهذا هو السر، جد بسيط. هنايا خديت الكونكاسي ديال الكاوكاو، لانه هو اللي توفر عندي. لا توفر عندكم ديال اللوز اولا اللوز ايفيلي اولا مهم اي حاجه كتبغيو تزينوا بها نتوما موجوده عندكم في الدار كتقضيو بها. انا كان عندي الكاوكاو كونكاسي هو باش قضيت زينت به الوجه ديال الكيك ديالي، ممكن الاستغناء عليه ماشي اجباري تخدموا به. صافي. دابا الفران ديالي كما عرفتوا معايا درتو كيسخن، كنطفي عليه من الفوق، كنحل الباب، كنخليه شويه يخرج داك السخونيه اللي كتكون مجهده لان كان مسدود، وعاد كندخل المول ديالي على درجه اللي كتكون متوسطه في الفران. انا طيبته في الفران ديال البوطه. صبرت عليه ساعه كامله. صافي قلبتها خليتها على واحد الشبكه حتى بردات تماما، وقدمتها بالصحه والراحه.